واضح إن قصة إمام عاشور مع الأهلي دخلت منعطف خطير، مش بس توتر جوه غرفة الملابس، ده كمان اللاعب تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا. وهنا سؤال كبير بيطرح نفسه، هل ده قرار فني ولا رفض وتمرد من اللاعب ولا مرضه هو اللي خلاه يعمل كده؟ إمام عاشور غرامات بالملايين في ملف عقوبات داخل الأهلي، أولها كان في نوفمبر 2024 كان غرامة مالية 1,000,000 جنيه بسبب مشادة كلامية حادة مع قائد الفريق محمد الشناوي في غرفة الملابس. تاني غرامة ليه كانت في سبتمبر 2025، غرامة مالية حوالي 10,000 دولار، يعني حوالي 500,000 جنيه تقريبا في وقتها، بسبب انه اتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي بدون اذن النادي. واخيرا يناير 2026 غرامة 1,500,000، ودي الأكبر في تاريخ النادي بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا دون إذن أو إخطار مسبق مع إغلاق موبايله. واضح إن الموضوع كبير، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كلنا شايفين إن الأزمة الأخيرة أخدت منحنى أخطر بعد ما اتأكدنا إن إمام عاشور ما سافرش مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا لخوض مباراة مهمة. في روايات كتير بسبب الموضوع ده ومحدش فاهم الحقيقة فين. في رواية بتقول إن السبب إصابة خفيفة، لكن الغريب إن مفيش بيان واضح وصريح يوضح لينا تفاصيل الموقف ده، واللي خلى الجماهير تربط بين غيابه وبين حالة التوتر اللي كانت موجودة الأيام اللي فاتت، واللي هي ان كان في حالة من الجدل كبيرة جوه النادي، النادي الأهلي طبعا، بسبب أجواء مشحونة حصلت بينه وبين بعض زملائه في الفريق. الكلام بدأ بعد مباراة الفريق الأخيرة لما ظهر إمام عاشور وعليه علامات الغضب والتوتر سواء في الملعب أو بعد خروجه، وده وقتها فتح باب تساؤلات كتير. هل إمام عاشور مش راضي عن دوره ولا في خلافات حقيقية بينه وبين زملائه؟ بعض المصادر المقربة من النادي إن كان حصل شد وجذب بينه وبين أحد نجوم الفريق الكبار بسبب أسلوب اللعب والقرارات داخل الملعب، واللي خلى الأمور تاخد طابع شخصي شوية. والأزمة ما كبرتش بس عند كده، لكن كمان في كلام إن الجهاز الفني مش راضي عن انفعالات إمام عاشور المتكررة، خاصة إنه لاعب مؤثر جدا والمفروض يكون قدوة لباقي الفريق مش مصدر توتر، وكمان اسمه بقى مرتبط بالمشاكل أكتر من الأهداف. طيب هو ليه ما سافرش أصلا؟ وزي ما بيقولوا قبل السفر قفل موبايله؟ ولو السبب إصابة فعلا، ليه مفيش شفافية؟ ولو السبب انضباطي، هل الأهلي بدأ ياخد موقف حاسم مع إمام عاشور؟ ولأن المعروف عن الأهلي إنه نادي مش بيسيب الأمور تعدي بسهولة، وأي خروج عن المألوف بيتم التعامل معاه بسرعة جدا، ولا السبب مادي زي برضو ما بيقولوا؟ لأن في كلام كتير بيقول إن اللاعب عايز يرفع أجره ومش راضي عن اللي بياخده. لكن المشكلة هنا إن غياب لاعب بحجم إمام عاشور عن رحلة مهمة زي دي مش تفصيلة صغيرة، ده مؤشر ان في حاجة اكبر بتحصل ورا الكواليس. كمان والد اللاعب خرج بتصريح وقال ان مرض ابنه هو اللي خلاه ما يسافرش، وقال كمان ان اسرته بالكامل بتعاني من المرض، وزوجته واولاده وحماته، ونفى ان ابنه تمرد على السفر، وقال ان اللاعب بيخضع لبروتوكول علاجي في الفترة الحالية. ووضح وقال إن مش عارف إذا كان النادي الأهلي بيعلم بمرض اللاعب ولا لأ. ده كان تصريح والد إمام عاشور. وبعد كل ده وبعد حالة الجدل، الجماهير انقسمت. ناس قالت إن عصبية إمام عاشور بدأت تأثر بالفعل على تركيزه وأداء الفريق، وناس شايفة إن اللاعب بيتظلم، وناس تانية خالص شايفة إن الأهلي لازم يحط حدود لأي لاعب مهما كان اسمه. والأكيد إن الأهلي نادي كبير ومفيش حد أكبر من المنظومة، وأي لاعب مهما كان اسمه لازم يلتزم بالهدوء والانضباط علشان الفريق يكمل مشواره من غير أي أزمات. والسؤال هنا بقى،
هل إمام عاشور فعلا بقى مشكلة جوه الأهلي ولا دي مجرد مشاحنات ملعب وهتعدي؟ ويا ترى الأزمة دي هتتحل بهدوء ولا الأيام الجاية هتكشف مفاجآت أكبر جوه القلعة الحمراء؟ قولولي رأيكم في الكومنتات. هل إمام عاشور حماسي زيادة عن اللزوم ولا فعلا في مشكلة كبيرة مستخبية وهنعرفها في الأيام اللي جاية؟ وخلاص خلاويص، خلص الترند بتاعنا النهاردة ويلا بينا على فزورة الفيديو. والفزورة بتقول: ما هو الشيء الموجود بين السماء والأرض؟ يلا انزلوا بسرعة وجاوبوا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واللي لسه ما اشتركش ينزل بسرعة ويشترك ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل علشان يوصل له كل الفيديوهات اللي بنزلها. باي باي.